جبت لكم النهارده حاجات اول مره هجربها من السوبر ماركت. هنجربها سوا طبعا كالعاده ونقول راينا فيها. نبتدي بالحادق. انا جبت حاجتين حلوين. في سبوتس عامل شيبسي بخل البطيخ. انتوا متخيلين خل البطيخ ده يبقى شكله ايه؟ بصوا مرسوم عليه خل ومرسوم عليه قطعه من البطيخ. انا بحب البطيخ بس خل البطيخ هيبقى ايه في الشيبسي انا مش عارفه الحقيقه. تعالوا نفتح نشوف. انا عاجبني الوانه بصراحه، يعني بعيدا عن اي حاجه هما الوانه حلوه. ريحته خل قوي. بسم الله. طعمه غريب قوي يا جماعه. طعمه خل بطيخ، يعني طعمه خل وفي الاخر زي ما تكون بتاكل بطيخ كده وطعم البطيخ جاي في الاخر. يعني هو طعمه مزازه الخل بطعمه بطيخ شويه، فطعمه غريب. طعمه غريب، لا مش حلو. ده مش حلو. لا محصل خل ولا محصل بطيخ، مش عارفه، مش لذيذ ده، لا مجيبوش تاني. تاني حاجه بقى تايجر اكسلنس ويفز. بطعم ايه بقى ده يا جماعه؟ بطعم استنوا، هو فين كان مكتوب هنا؟ استنوا كده. بطعم السلمون المدخن النرويجي. سلمون مدخن مش من اي مكان، من النرويج. تعالوا نشوف، على اساس ان لو قال لنا من اي مكان تاني نعرف نفرقه يعني. هو ريحته مختلفة بس مش عارفة اميزها. هي ريحته حاجة مدخنة بس طبعا مش باين فيه سلمون يعني. هندوق ونشوف. بس شكله مزجزج كده. بسم الله. ده طعمه مختلف، طعمه مختلف وحلو، حلو مش وحش. انا عايزه اقول لكم طعمه ايه بس مش عارفه اوصلها. طعمه مش سلمون طبعا، مش طعم سمك، بس فيه طعم تدخين شويه، زي ما تكون حاجه مشويه، يعني زي ما تكون ايه، حاجه مشويه مدخنه، بس طعمه لذيذ. يعني ده انا ممكن اجيبه تاني. شاطرين. في بقى المشروبين دول. ده مشروب من ويلز منزله جديد بالليمون، ليموناد. ده بالليموناد، والمفروض ان انا كنت جايبه زيه برضو اللبني ده، بس كنت هجيب زيه يعني، طلبته بس ملقيتوش. فجبت النوع ده، قال لي فيه بديل ليه اسمه زي بطعم سكيتس كاندي. لفيت الازازه عشان اعرف يعني ايه السكيتس كاندي دي، لقيتهم مترجمينها زي ما هي سكيتس كاندي. فاحنا هندوق ونشوف. هنفتح اول حاجه الليموناد. ليه كده؟ تعالوا نفتح التانية. لا لحظه يا جماعه، فتحتها يا جماعه، فتحتها لوحدي على فكره بس بمساعده المنديل. حاجه حلوه. تعالوا ندوق بقى. طعمها حلو. ليمون بس خفيف شويه، يعني طعم الليمون مش قوي فيها قوي، الطعم على الهادي كده، فلذيذه مش وحشه. تعالوا نشوف بقى البسكيتس كاندي. اللي يعرف شكل السكيتس كاندي يقول لي يا جماعه. انا نسيت ان انا فتحتها، معلش. ريحتها كاندي. بسم الله. طعمها في كاندي طبعا، فيها يعني زي بونبوني او حاجات من دي. لطيف بس يعني
ما جيبوش تاني، انا عن نفسي ما جيبوش تاني، بس ممكن الاطفال يحبوه قوي. اخر حاجه بقى معايا العصير ده. العصير ده ده بنوتي شافته، قالت لي يا ماما انا لقيت ده جديد فجبتهولك تجربيه، فانا لازم اجربه. ده جهينه منزله عصير جديد اسمه مونشيري. مونشيري هو معمول من الشيري، يعني من الكرز المفروض. تعالوا ندوق ونشوف. هو مكتوب عليه يرجل جيدا، فاحنا هنروبه. بسم الله. طعمه لذيذ، قريب قوي من طعم الكوكتيل. هو قريب من طعم الكوكتيل جدا، بس طعمه حلو، مش يعني افضل شويه من طعم الكوكتيل. انا بالنسبه لي ما بحبش الكوكتيل، بس ده لذيذ، في منه شويه بس على احلى. فده برضو منتج حلو قوي. بس دي خلاصه الكلام. المشروبين دول حلوين بس طعمهم على الهادي شويه. ده ليمون بس هادي، ده اطفالي شويه، ده لذيذ، ده حلو اكرره تاني، طعمه سموكد كده. ده لا طبعا مش هجيبه تاني خالص، مش محصل اي، مش عارفه اوصل معاه لحاجه يعني. بس دي اخر منتجات لقيتها في السوبر ماركت. المره الجايه نجيب حاجات جديده ان شاء الله ونجربها سوا برضه. يلا باي باي.